السلام عليكم ورحمة الله. تراشق بالحجارة يودي بحياة تلميذ بسطات. استنفر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية وجهوية سطات ليلة الجمعة عناصره بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية سطات وإشراف قائد السرية بعد مقتل تلميذ نتيجة جرح غائر أصيب به خلال التراشق بالحجارة بين عدد من التلاميذ بمركز سيدي محمد بن رحال قبيلة ولاد بوزيري نواحي سطات، في ظروف لا تزال موضوع بحث تمهيدي من قبل الضابطة القضائية. مصادر صحفية أفادت بأن سوء تفاهم لأسباب مجهولة وقع بين مجموعة من التلاميذ عرفوا تبادلا للتراشق بالحجارة بعد مغادرتهم الثانوية التأهيلية البحتري التي يتابعون بها دراستهم نواحي مدينة سطات. ينحدر أغلبهم من دواري ولاد سعيد بن علي والصواقة منطقة مشرع بن عبو قيادة ولاد بوزيري. وأوضحت المصادر ذاتها أن تلميذا يتابع دراسته بالثانوي التأهيلي أصيب بضربة حجارة خلفت جرحا خطيرا بجسمه تطلب نقله إلى مركز خميس سيدي محمد بن رحال جنوب مدينة سطات حيث تلقى بعض الإسعافات الأولية وغادر المكان ظنا بأن الجرح بسيط. وأضافت المصادر نفسها بأن التلميذ المصاب لم يصمت قليلا حتى ساءت حالته قبيل الإفطار بدقائق، وهو ما اضطر أحد أفراد عائلته إلى نقله عبر سيارة خاصة في إطار تقديم المساعدة لشخص في خطر نحو مستشفى سطات، حيث أحيل مباشرة على قسم العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجرح خطير في انتظار نتائج التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.